محتارة على الغدا ومش عارفة تعمل ايه. انا عارفة كل يوم بنفكر هنعمل غدا ايه وهناكل ايه وهنعمل ايه. النهاردة بقى كده هنفتح التلاجة ونلم لنا منها شوية خضار نعملهم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. فالاول بفكركم ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك، ويلا بينا على طول على الوصفة. هاتي حبيتين بس من البتنجان واغسلوهم غسلة كويسة وقشروهم نص تقشرة بالشكل ده كده. هعمل ايه بقى؟ هبدأ ان انا اقطعهم يعني مكعبات صغيرة علشان خاطر الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون لذيذة وطعمة، نعملها كده واحنا نفسنا مفتوحة. بفكركم لو بتشوفونا لأول مرة يا ريت تشتركوا في الصفحة وكمان تفعلوا الإشعارات للكل ولايك من عندك كده وكلمة حلوة كده في التعليقات علشان خاطر دايما أقدم لكم الوصفات السهلة البسيطة اللي تقدروا تنفذوها. خلاص بعد ما قطعت البتنجانية الأولى دي تاني واحدة بالشكل ده كده، وتزودي وتقللي الكميات على حسب ما بتحبي. بصوا بقى البتنجان انا منقياه بالواحده ولا مبزر ولا بصوا تحفه كده ومسكر. خلاص هبدأ بقى ان انا احطه في الطبق ده واحط عليه رشة ملح وهقلبهم في بعضهم كده علشان خاطر يعني وانا بسويه ولا يشرب زيت وكمان يكون طعمه كويس. كمان هجيب حبايتين من البطاطس هقشرهم وهما كمان هقطعهم مكعبات، بس احاول يعني مكعبات البطاطس تكون اصغر شوية من البتنجان، لان البطاطس طبعا بتاخد وقت زيادة عن البتنجان في السوى. هنعمل حتة خلطبيطة، اصبري بس على رزقك كده. اهم حاجة ان هي طعمها عجبهم، هو كل واحد عايز طلب شكل، فانا رحت مجمعة كل اللي قالوه حطيته في طبخة واحدة بس. بإذن الله تعجبكم. خلاص بعد ما قطعنا البطاطس بالشكل ده بقى هنحطها في طبق واحط عليها شوية مية علشان لونها ما يغيرش، وعلى طول هناخد طاسة او حلة صغيرة وعلى البوتاجاز. هبدأ بقى ان انا احط فيها يعني نص كوباية من الزيت. نستنى بقى الزيت يسخن، واول حاجة هضيفها هي مكعبات البطاطس وهقلب البطاطس من وقت للتاني. بصوا بقى احنا مش محتاجين البطاطس تتحمر، ده احنا محتاجينها تتشوح شوية. وعلى ما البطاطس تتشوح شوية مع الزيت هجيب بصلاية واقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. وطبعا من وقت للتاني بنقلب في البطاطس، يعني ايد هنا وايد هنا علشان خاطر ننجز وقت في المطبخ وما نقفش كتير. خلاص حابة تضيفي بقى اي نوع خضار عندك في الوصفة دي ضيفي، هي اسمها ايه؟ خلطبيطة بقى. خلاص انا البطاطس كانت اخدت لون خفيف جدا واتشوحت زي ما قلت لكم، هبدأ بقى ان انا اشيلها من الزيت. على فكرة ينفع تقللي الزيت اقل من كده كمان. دلوقتي بقى انا هاخد الصينية اللي فيها الزيت دي وهقلله، هسيب فيها بس مقدار معلقتين كبار بس مش اكتر. حلو الكلام. بعد كده هحط بقى البتنجان. زي ما انتم شايفين هو نزل ما شاء الله شوية مية من اللي موجود فيه علشان خاطر بس ما يشربش زيت. وكمان انا قللت الزيت فيتشوح معانا هو كمان من غير ما يشرب كمية زيت كتير ولا حاجة. خلاص هبدأ ان انا اقلب البتنجان برضو من وقت للتاني، وعلى ما يكون كمان البتنجان اتشوح نكون قطعنا 3 حبات من الطماطم هما كمان قطع صغيرة. تمام. لو وصلت معانا لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك حط لايك واكتبي كومنت بفكرك اهو علشان خاطر ما تسرحيش وكمان ما تنسيش. هنقطع بقى الطماطم بالشكل ده كده، يعني وصفة سهلة وسريعة. زي ما بنقول ايه، بتلم كده بواقي الخضار من التلاجة، بتنضفها من الاخر. خلاص تعالوا بقى نشوف البتنجان هنا ما شاء الله اتشوحت واخدت اللون اللي انا عايزاه. هي كمان هبدأ ان انا ارفعها بقى من الحلة. يبقى كده شوحنا البطاطس وشوحنا البتنجان، اللي باقي بقى ما تستعجليش على الوصفة وتقلي على رزقك. خلاص هبدأ بقى ان انا احط البصل اللي قطعناه. ممكن ازود بس عليه معلقة صغيرة كمان من الزيت بس كده تمشي البصلاية في الحلة. بس خلاص هقلب بقى البصل شوية كده يدوب اديله لون خفيف. ومعايا حبيتين بقى من الشطة الحامية بقى، يا سلام على الأكلة دي لما تكون حرقة شوية. قطعتهم بقى كده على البصلة على طول. ممكن تستبدلي الشطة بفلفل أخضر رومي أو فلفل ألوان زي ما تحبي، المتوفر عندك استخدمي. هقلب البصل مع الفلفل بالشكل ده كده، وبعد كده هنزل بالبطاطس. ادي البطاطس بقى تشويحة مع البصل والفلفل، والبطاطس لوحدها دي بتبقى حكاية حكاية صحيح. خلاص بس احنا مش هنستكفى بقى، احنا قلنا هنلم. بعد ما قلبت البطاطس شوية مع البصل والفلفل هغطي عليها بس شوية لان عايزة البطاطس يعني مش حابة ان انا اضيف عليها البتنجان وهي نية شوية علشان خاطر البتنجان ما يتهريش والبطاطس تفضل نية شوية. لا انا بقلب البطاطس من وقت للتاني مع البصل لحد ما توصل كده ان هي تكون 3/4 سوا. بعد كده هبدأ ان انا اضيف عليها الطماطم. هنقلب بقى البطاطس مع الطماطم شوية
الطماطم طبعا هتنزل ميتها، انتوا شايفين الوصفة ناشفة معانا، الطماطم هتنزل شوية من السوائل اللي فيها. ولو حابة تضيفي شوية مية في المرحلة دي عادي ما يضرش، ما والبطاطس هتشربها تاني، مفيش اي مشكلة خالص. هنا بقى انا حبيت ان انا اضيف عليها بس التوابل، ملح وفلفل، نص معلقة صغيرة من الملح، ورشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود. وبعد كده اول ما البطاطس تشرب كمية المية اللي الطماطم نزلتها، هبدأ ان انا اضيف على طول البتنجان، وهدي تقليبه، وممكن ازود بقى في المرحلة دي نص كوباية مية. خلاص اهدي بقى عليها النار شوية، واستنى كده كل المكونات تاخد وتدي مع بعض، وكلهم كده يمتزجوا، وتاكلي بقى كل حاجة كده. لا لا، في مزيكا في الموضوع يا جماعة. بص بقى، الخطوة الجاية دي اختياري، احنا حطينا الخضار على بعضها برضو، حطيناها بتكنيك كده معين علشان خاطر كل حاجة تكون نكهتها داخلة في التانية. معايا بقى 4 بيضات، انا حبيت ازود الوجبة علشان خاطر بصوا بصراحة نتغدى ونشبع يعني، ما هما بطاطسيتين وبنتجانتين. فروحت حط عليهم 4 بيضات بالمرة كده وفتحتهم بالشكل ده علشان خاطر احنا ما بنحبش البيض يكون طري. واغطي عليهم وزي ما اتفقنا على نار هاديه، ونسيب بقى الوجبه بتاعتنا براحتها. تخيلي بقى الوقت اللي هتجهزي فيه وجبه زي دي، مش هتاخدي وقت خالص، وبجد هتطلعي بوجبه طعمها لذيذ، وهي دي الخلطبيطه اللي بنقول عليها. بصوا بقى، هنا فتحت كده على البيض علشان خاطر يستوي كويس، وهجيب عود من الشبت كده في نص الطبق، رغيفين عيش سخنين، وشوية مخلل ولا عود جرجير، وهتكون وجبة غدا بألف هنا وشفا، من غير ما تحتاري ولا تفكري. قومي واعمليها سواء غدا أو عشاء، تحفة جدا. أتمنى حلقتنا تعجبكم، وكل نزلوا يعجبكم يا جماعة، واستنى بإذن الله في حلقة تانية إن شاء الله، والسلام عليكم.